والله عادي، حاسس ان انا ممكن اكمل فيديو لايه 55 بالطريقه ديت. انا كده كده هقول لهم كلام اغرب بكتير. كالمعتاد هبتدي مراجعة ال A55 بجملة بتزعل الناس كلها مني. أنا شاري ال A55 على حسابي، الموبايل دوت أنا اللي دافع فلوسه، فأنا ما يفرقش معايا رأي الشركة وما يفرقش معايا رأيك أنت كمان. من الآخر أنا يفرق معايا مصلحتك. أنا بحب الموبايلات، بجربها وبقعد معاها فترة علشان أجي أشاركك برأيي أنا فيها. لو أنت عايز حد يقولك الكلام اللي أنت عايز تسمعه إن الموبايل دوت حلو، فروح للشخص ده. انا هنا جاي افصص لك واقول لك العيوب بتاعته كذا، الموبايل دوت احسن من التاني في كذا، الموبايل دوت اوحش من التاني في كذا. حقايق مطلقه بعد ما جربت الموبايل فتره طويله، مش مجرد بردد اللي انت محتاج تسمعه. يعني مثلا الناس كلها محتاجه تسمع دلوقتي ان الاي 55 اوحش من السامسونج اس 23 اف اي، ولو انت معاك 22000 ابعد خالص عن الموبايل دوت لانه موبايل وحش جدا وسعره غالي جدا. وبصراحه معاهم حق في حته ان هو سعره غالي، بس انا عايز اصدمك واقول لك ان في نوع من الاشخاص الاي 55 احسن له من الاس 23 اف اي. فركز كده معايا عشان انا مش جاي اقول لك كلام سطحي ان دوت احسن او دوت احسن وخلاص. انا جاي افصص لك الاي 55 وعايزك تنسى خالص الاس 23 اف اي، حطه على جنب دلوقتي، علشان انت وارد جدا تطلع انت الشخص دوت اللي هيستفيد من الاي 55 اكتر من اي موبايل تاني في السعر ده. بالنسبه للتصميم فهو تحفه، انا عاجبني جدا الشكل بتاعه، عاجبني خاماته، الموبايل معمول من معدن، الحواف بتاعته فعلا محترمه قوي، وعاجبني كده البروز اللي محطوط فيه زرار الباور وزراير الصوت. في ميزه كبيره في التصميم دوت وهي في نفس الوقت عيب كبير. الميزه ان هو شبه سلسله الاس، يعني لو حد ورالك الموبايل دوت وقال لك ان هو الاس 24 ممكن ما تاخدش بالك عادي جدا من الفروقات ما بينه وما بين الاس 24، شبهه قوي، اللي هو احدث واقوى سلسله دلوقتي عند سامسونج. ولكن لو حد برضو خد لك الموبايل دوت وقال لك ان هو سامسونج اي 15 اللي هو اكتر موبايل اقتصادي وارخص موبايل عندهم، ممكن تفتكروا سامسونج اي 15 عادي، لان سامسونج بقت موحده موبايلاتها قوي، كل موبايلاتها شبه بعض دلوقتي ايا كان السعر اللي انت هتدفعه. بتاخد بقى مره حواف اصغر، بتاخد مره خامات احسن، ظهر ازاز، جوانب معدن، وبصراحه هم ما استخسروش خالص في الاي 55. انا بجد مغرم بالموبايل ده من ناحيه الماسكه في الايد، من ناحيه الشكل والتصميم بتاعه عاجبني جدا. وجايب مقاومه ميه اي بي 67، فبرضه مش هتقلق منه قوي ان هو يقع منك في الميه. ما انصحكش ان انت برضه تطول بيه تحت علشان هو مش اي بي 68، مش معمول ان انت تصور بيه تحت الميه من الاخر، بس يعني ممكن تفلت لو عملتها مره لو انت عايز تاخد الصوره قوي. مش بنصحك بده، بس يعني انا بقول لك انا بعمل ايه عن نفسي ساعات. المهم يا سيدي، من قدام الناس معترضه على ان الحواف تخينه شويه، ومش هكدب عليك هي الحواف فعلا مش رفيعه زي الاس 24 الترا مثلا، بس في نفس الوقت هي سيمتريه جدا، كل حافه زي التانيه، ما عندكش الحافه التخينه قوي اللي تحت. فانا بصراحه مبسوط برضو من الشكل بتاعها وعنايه مرتاحه جدا. حجمه كمان 6.6 انش، اكبر من الاس 23 اف اي، فديت اول نقطه ناس كتيره جدا هتحب الموبايل بسببها. خلي بالك ناس كتيره جدا اصلا بتدور على موضوع الموبايلات اللي بشاشه كبيره دوت، وهي مش كبيره بس، هي كبيره وحلوه. ايه اللي انا بقوله ده؟ سوبر اموليد 120 هرتز، بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، وبسطوع بيوصل لحد 1000 نتس. هي شاشه ممتازه، ما عنديش اي تعليق سلبي عليها. في ناس بتقول ان هي باهته شويه، الوانها مش متشبعه قوي زي الاجيال اللي فاتت من سامسونج، بس نفس الناس ديت قالت نفس الكلام على الاس 24 الترا، وبصراحه انا شايف دوت تحسن. هو فعلا دلوقتي اللون بقى مظبوط اكتر، وما زال متشبع على فكره، مش مطفي قوي زي الايفون ما بيعمل ساعات. طبقه الحمايه عليها فيكتس بلس، ولكن مش جاي سكرين بروتكتور في العلبه، فانصحك جدا ان انت اول لما تشتري الموبايل دوت تنزل تشتري له سكرينه، عشان احنا مش هنخاطر خالص ان الموبايل يتجرح مننا. المعالج عندك الاكسينوس 1480 ال 4 نانومتر. ناس كتيره اول لما تسمع اكسينوس بتجري على طول، يوم قايل لك لا يا عم ده معالجته الصور وحشه، ده اداؤه مش عارف ايه، ده بيهنج، ده بطيء. ودي كلها كانت معلومات حقيقيه زمان. دايما لما كان بيبقى عندنا موبايل من سامسونج النسخه سناب دراجون والنسخه الاكسينوس كلنا بنجري على السناب دراجون، بس والله يا جماعه الموضوع ده كان زمان. الاكسينوس 1480 فعلا مأدي معايا بشكل ممتاز، هتاخد اداء اسرع من الاي 54. طبعا مش هتاخد نفس الاداء القوي قوي بتاع الاس 23 اف اي، ولكن هو متميز عنه في حاجه، الحراره. الموبايل دوت تقريبا ما بيسخنش طول الوقت، محافظ على درجه حراره كويسه، حتى لو انا بستعمله في الحر، حتى لو انا بستعمله في الشمس، الموبايل فعليا مهما تقلت عليه ما بحسش بحراره قوي منه. خلي بالك انت ممكن تقوم قايل لا يا عم بس الجوانب بتاعته برضه بتبقى سخنه شويه، خصوصا لو انت جاي من الاي 54. بس ديت فكرتها ان الجوانب هنا بقت معدن والجوانب زمان كانت بلاستيك، فطبيعي ان لما المعدن بيسخن شويه انت بتحس ان هو بيبقى سخن قوي في ايديك، حتى لو هو مش بنفس الحراره اللي انت متخيلها، على عكس البلاستيك. البلاستيك ما فيهوش الحته دي، انما كحراره حقيقيه للموبايل لا، الموبايل ما بيسخنش، ما بيعملش ثروتلينج، ما بيتقلش بعد استعمال شويه ليه. بشغل عليه العاب تقيله وشغال زي الفل، وبفتح فيسبوك وافتح انستجرام وافتح تويتر وانقل ما بين ابلكيشن والتاني
وكل حاجه شغاله تمام. هل هيدي لك الاداء اللي بتاخده في الاس 23 اف اي؟ لا، الاس 23 اف اي طبعا يكسب في حته الاداء وفي حته السرعه. هل الفرق ما بينهم كبير قوي لدرجه ان انت تحس بيه؟ والله على حسب. انت مستخدم تقيل للموبايل ممكن تحس بالفرق شويه. مستخدم عادي زي 95% من الناس والله ما هتحس بفرق، الموبايل شغال فعلا زي الفل. عندك برضو واجهه One UI 6.1 المبنيه على اندرويد 14 على الاي 55، ديت احدث واقوى واجهه عند سامسونج. هدينا كتير في حته المميزات والمواصفات والقوه الرهيبه للواجهه بتاعه سامسونج، ممكن نعمل لكم فيديو مخصوص عنها بعد كده تاني. كلنا عارفين واجهه سامسونج، يمكن هي اكتر واجهه محبوبه عند ناس الاندرويد فان بويز، هم بيعتبروها هي الستاندرد بتاعه الاندرويد اكتر من جوجل نفسها حتى. فانا مش هاجي اكلمك على مميزاتها لان انت عارف غالبا مميزاتها، ممكن نعمل فيديو مخصوص للموضوع ده. انا بس هقول لك على ميزه واحده مفيش شركه بتتكلم عليها غير سامسونج، هي الوحيده اللي بتوعد في السعر ده ان انت هتاخد 5 سنين تحديثات، 4 منهم تحديثات للسوفت وير نفسه، والسنه الاخيره او السنه الخامسه هتبقى تحديثات امنيه. قول لي اي شركه تانية بتوعد وعد زي ده في الفئه المتوسطه تحديدا؟ بجد مش هتلاقي. فديت نقطه قويه جدا لصالح السامسونج اي 55 ان انت بتضمن ان هو هيعيش معاك، مش كلها سنه والشركه تنساه. عايز اتكلم بقى معاك على بطاريه الموبايل، البطاريه ال 5000 ملي امبير اللي بتنتصر بغباء على الاس 23 اف اي. مش علشان ديت 5000 وديت 4500، على فكره المفروض ان الشاشه الاصغر بتاعت الاس 23 اف اي تعوض الفرق دوت، وتلاقي ان الاثنين ادائهم قريب من بعض شويه. بس فعليا فرق البطاريه هو فرق السما من الارض. الاي 55 تجربه البطاريه بتاعته ما فيهاش عيب، هي بتقعد معايا اليوم كله مستريح، بضغط عليها بستعملها فتره طويله، فعلا بتقعد مره ونص تقريبا قد الاس 23 اف اي. فرق كبير جدا في التجربه انت هتحس بيه لصالح الاي 55. جزء على فكره من دوت علشان المعالج اللي الناس بتشتكي منه، بس هو فعليا بيوفر هنا حلو جدا. مدخل الشحن اللي موجود عندك هو يو اس بي تايب سي، بيدعم 25 واط. طبعا سامسونج مش حاطه لك الشاحن دوت في العلبه، هتضطر تشتريه لوحده، ودي حاجه بتضايقني جدا من سامسونج في الفئه المتوسطه. انا مقتنع ان اي موبايل في الفئه المتوسطه لازم يجيب شاحن. وفري على المستخدم شويه سامسونج، مفيش حد بيبقى شاري موبايل في الفئه المتوسطه وكمان لسه بقى عايز يشتري له سكرينه وعايز يشتري له شاحن وعايز يشتري له كفر. فيعني عيب شويه ان العلبه بتاعته تبقى صغيره كده زي الموبايلات الفلاج شيب، ما فيهاش حاجه غير الوصله تقريبا. المهم هو سرعه الشحن بتاعته على فكره عاليه، يعني انا عارف ان ناس كتيره بتتاخد مع الارقام الكبيره قوي اللي هي 125 واط و65 واط حتى او 67 واط والكلام ده كله، بس فعلا 25 واط هنا بتشحن الموبايل بسرعه. فاول نص ساعه هتلاقيه شحن معاك 55%، وعشان يشحن من صفر لحد 100% هياخد ساعه واحده بس. يعتبر تجربه محترمه جدا، خصوصا ان البطاريه بتعيش معاك كتير. بالنسبه للكاميرا فانت عندك الكاميرا 50 ميجا بكسل اللي موجوده في الاس 23 اف اي، عندك الكاميرا الالترا وايد ال 12 ميجا بكسل اللي موجوده برده في الاس 23 اف اي، ولكن للاسف الكاميرا الثالثه هي كاميرا ماكرو، ما عندكش الكاميرا التليفوتو اللي موجوده في الاس 23 اف اي. دي هتضرك في ايه؟ هتضرك وانت بتاخد صور بورتريه، هتضطر ان انت تاخدها على 1 اكس، مش هتعرف تاخدها على 2 اكس. انا بصراحه ما بحبش اخد البورتريه او ما بحبش اعمل العزل بتاع الواحد اكس دوت، بحس ان شكلها مش لذيذ. بحب ان انا اعمل زوم، كل ما الزوم بيبقى اكتر كل ما انا ببسط اكتر. فانت للاسف مش هتعرف تعمل دوت هنا في الاي 55، وديت نقطه رخمه شويه. انما بالنسبه لشكل الصور اللي بالكاميرا الاساسيه واللي بالالترا وايد على فكره الصور تعتبر حلوه، فيها نفس الطابع بتاع سامسونج ان هي بتزود التشبع شويه، الصوره الكونتراست فيها باين جدا والتفاصيل فيها فعلا حلوه. وقت ما انت بتلقط الصوره او وقت ما انت فاتح الكاميرا الاتش دي ار ما بيبقاش باين خالص، اول لما بتلقط الصوره بقى وبتتفرج عليها في الجاليري بعد كده بتبان جوده الصوره والاتش دي ار في الالوان جدا. الكاميرا الاماميه ال 32 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.2 برضو راضي جدا عن الوانها وعن شكل الصوره اللي بيطلع منها. شويه حاجات برضو عايز اقول لك عليها بس ما لقيتلهاش مكان في وسط الفيديو ما ينفعش ننساها، فانا هقول لك عليها دلوقتي. الموبايل بيجي بمدخلين للخط بتوعك وممكن تستغنى عن واحد فيهم وتحط كارت ميموري، ولكن مش هينفع ان انت تحط خطين وتحط كارت ميموري كمان، يعني ما فيهوش الميزه دي. ثانيا الموبايل بيدعم ان اف سي، حاجه مهمه جدا في 2024. ثالثا طبعا ما فيهوش مدخل سماعات، خلاص احنا اتعودنا ان احنا ما بقيناش نشوفه دلوقتي، برضو حاجه من الحاجات الحزينه في 2024. فاعمل حسابك ان انت هتحتاج تشتري سماعات بلوتوث علشان تشتغل على الموبايل ده، يا اما بقى تجيب الوصله اللي بتحول من السماعه السلك العاديه للمدخل التايب سي. طيب يا احمد مين بقى الشخص اللي انت قلت لنا عليه في اول الفيديو الموبايل ده هيبقى احسن له؟ بالنسبه للسعر بقى، علشان هو السعر فعلا مضايقني. 22500 سعره قريب جدا لسعر الاس 23 اف اي اللي هو دلوقتي ممكن تجيبه من مصادر رسميه كتيره بحوالي 25000. وممكن على فكره لو دورت شويه
كده هتقدر توصل له 23000، يعني تقريبا نفس السعر. انا كاحمد لو انا قدامي الاثنين طبعا هروح للاس 23 اف اي، هو الموبايل الاقوى، هو الموبايل اللي بيجي ببروسيسور احسن، وهو برضو اللي بيجي فيه كاميرا التليفوتو اللي انا بحبها. بس اولا مش كلنا واحد، في ناس كتيره فعلا هتروح للاي 55 لمجرد ان الشاشه بتاعته اكبر، وعلشان كمان البطاريه بتاعته احسن قوي. يعني البطاريه احسن مش بفرق صغير يا جماعه، البطاريه احسن بغباء. وفرق الاداء على فكره، فرق البروسيسور مش ملحوظ بالنسبه لاغلب الناس، بل بالعكس كمان، ده انت هتاخد حراره اقل وتوفير في البطاريه اكتر. فالموبايل على فكره الفرق ما بينه وما بين الاس 23 اف اي مش كبير قوي زي ما بعض الجروبات على الفيسبوك محسساك كده. انا رايي ان الاس 23 اف اي كان وصل في فتره للثلاثينات، باع ب 35000 و34000 وارقام غريبه كده، فهو نزل من السعر دوت ووصل دلوقتي ل 25000. الاي 55 لسه نازل يا جماعه، الموبايل لسه ما كملش كام يوم في السوق المصري، فهو طبيعي اول لما بينزل بيبقى غالي شويه. عامل 21500 و22500 على حسب النسخه اللي انت هتشتريها. لاخواتنا في الدول العربيه السعر دوت يعمل حوالي 490 دولار. بس انت الموبايل ده هيوصل ل 400 دولار في فتره صغيره، يعني بتتكلم في 18500 جنيه تقريبا. مش علشان هو موبايل وحش، علشان دوت العادي، ان اول لما موبايل بينزل بيكون سعره غالي شويه، ومفيش شويه كده مع الوقت بيرخص. طبعا الكلام دوت على الدولار، لان ما اعرفش الجنيه هيحصل فيه ايه، بس عموما حتى لو الجنيه وقع فالموبايل دوت هيغلى والموبايلات التانية هتغلى، فمش فارقه. يعني انا بتكلم في فكره ان هو هيبقى ارخص، هيبقى فرق السعر ما بينه وما بين الاس 23 اف اي اكبر شويه كمان. فلو انت شخص مش مستعجل ممكن تستنى شويه وتشتري الاي 55 دوت. شخص تاني كمان غير الشخص الاولاني، الاي 55 هيفيده اكتر من الاي 23 اف اي. شخص عايز يوفر، مش فارق معاه كاميرا التليفوتو، ومش فارق معاه شويه البرفورمانس اللي هياخدهم احسن مقابل الحراره الاعلى ومقابل البطاريه الاقل. سامسونج على فكره الموبايل دوت مش منزلاه في بعض الدول بحجه ان هو فعلا سعره قريب من الاس 23 اف اي، وبتقول للناس ديت في الدول ديت اشتروا الاس 23 اف اي احسن لكم. فانا عارف ان الكلام اللي انا بقوله دوت دلوقتي كله ممكن يضايق المستخدم العادي وممكن يضايق الشركه، بس زي ما انا عودتك انا بحاول فعلا ان انا انقل لك تجربتي الحقيقيه ورايي الحقيقي بدون اي تجميل بدون اي تزويق. ورايي ان ايوه طبعا الاس 23 اف اي احسن، بس الاي 55 الفرق فعلا ما بينه صغير قوي واحسن في شويه حاجات صغيره، فهو بس يهدى في السعر شويه وهيبقى ممتاز. والله عارف انت الطالب كده اللي هو محتاج يذاكر ويبقى كويس. المهم يا سيدي ما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وبس كده. كان معتاد كان معاكم احمد كمال، استنيني في الفيديو الجاي.